ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنشرح مع بعض ازاي عملنا الريل ده. قبل ما نبدا بس يا شباب انا بعتذر لكم عن الفيديو اللي فات. الصوت كان فصل اول تقريبا 4 دقايق، فاكتشفت ده بعد ما خلصت تسجيل التوتوريال. سامحوني وان شاء الله الفيديو ده عوض ان شاء الله شرح كويس يعني. باذن الله احنا هنبدا نشرح ازاي عملنا الريل ده. خلينا نتفرج عليه الاول. فلاتر ولا ويب ولا اي اي؟ اختيار التراك ده اختيارك الشخصي بناء على بحثك وقراءتك عن كل تراك. انت شوف الناس اللي شغاله فلاتر، شوف الناس اللي شغاله اي اي، شوف الناس اللي شغاله ويب، واسال كل واحد ايه مميزات التراك بتاعك. وخلي بالك كل تراك ليها شغل زي ما احنا قلنا، فما تصدقش اللي يقول لك ده افضل من ده. لا، شوف انت حابب ايه وابدا فيه. اي تراك موجود في السوق ليه شغل، انت بس محتاج البدايه. خليني بقى اقول لك ان كل التراكات دي موجوده هنا عندنا في يعني، واكتر منها كمان. انت بس محتاج تبعت لنا وهتعرف تفصيل عن كل تراك. مستنيك. طيب يا شباب، هو الفيديو يبان صعب بس هو سهل جدا جدا جدا. تابعوا معايا بس وطبقوا ورايا عشان المعلومة هتثبت يعني. أول حاجة إيه فلاتر ولا ويب ولا اي اي؟ تمام. فلاتر ولا ويب ولا اي اي؟ نعمل كومبوزيشن أول. أو نسميه مين؟ نشوف الدنيا. هنزل الفيديو. يلا. فلاتر. ولا طيب يا شباب، زي ما علمتكم الفيديو اللي فات هنبدأ نعزل الخلفية. أتأكد بس من الصوت. فلاتر هنعزل ولا الخلفية زي يا ويب؟ شباب، هنضيف إفكت اسمه كولر رينج. تمام. وهتسحب أول دبوس ده، تسحبه كده وتروح عند أقرب حتة من الجسم، تكة تكة بس. رجعها كده تاني. تمام. دبوس رقم 2 اللي هو التاني اللي هو عليه عدد الزائد ده، تتك عليه. يعني بقى تشيل الباقي بقى، بس قبل حاجة لازم تفعل ده يا شباب. لازم نفعل اللي هي دي اهي. تمام. بقى تشيل يا صاحبي، تجيب الدبوس تاني الزائد، تشيل تشيل وهكذا. بس لقيت الدنيا باظت منك، كنترول زد على طول يرجع للطبيعي. ممكن تشيل دي كده كده هتتظبط. تمام يا شباب. هنضيف طبعا الخلفية. وصلنا على ايه؟ قطع. تمام. هنضيف برضو افكت، اتاكد من الصوت ان الصوت ده عمل لي عقده. تمام. هنضيف افكت اسمه تريتون، وهنخليه طبعا لون البراند نفسجي شويه. يبقى نوع ده. تمام يا شباب. فلاتر ولا ويب؟ هنعمل كومبوزيشن جديد. الكومبوزيشن خليه مثلا رقم 1، امسح منه ده عادي كده. تمام. نضيف الخلفيه. خلينا نجيبها. تمام. تمام. فلاتر. اختار ايه الاول؟ التكست. في المتصل. تمام. كده افكت. الافكت ده انت ودماغك يعني، مش شرط تحط نفس الافكت. اي افكت شايفه كويس في التكست. تمام. تمام. فلاتر ولا ويب ولا اي اي؟ جيب الشيب يا شباب، دايرة. خليه مثلا لون أبيض، ولا مثلا اللون هناك ده. شيفت
واسحب، هنلغي الاستروك بس. تمام. سكيل كبر شويه كده. هنفعل بس اول شويه بالايه سيف زون، مهم كلمه صوت. تمام. هنخليها مثلا هنا، نرفع حجمها شويه. تمام كده مثلا. حط اول حاجه مكتوبه ايه فلاتر. تمام. هناخد التكست ده، اول ما نحط تكست جديد خليه مثلا الخط اللي اسمه بيبس بولد. تمام. نكتب فلاتر. تمام. هو مش ظاهر عشان هو تحت الشبه شويه. تمام. نظبط بس الحجم شويه بالظبط كده، اللي في النص. ولازم يا شباب نربطه بالشيب اللي هو رقم واحد، ده هيتربط بالشيب رقم واحد. تمام. وهنضيف خمس نخلص الأول. تقول دي عايزين لو ده كان تقول دي، وهنا مثلا جيب هنا ويب. تمام. خليها في المنتصف كده مثلا. نضيف برضه ناخد ده، خلي بقى اتأكد إن ده مربوط بالشيب رقم اتنين يا شباب. تمام. برضه كنترول دي، ننزل تحت المنتصف ده كده. كويس جدا. اتأكد برضه إن ده مربوط بالشيب رقم تلاتة. تمام. شغال. تمام. نبدأ بقى باش نعمل انيميشن. بس قبل الانيميشن نحط بقى الافكتات بتاعتنا. هنا مثلا نحط على ده ديب جلو. تمام. ديب جلو. تمام. هنهدي الدنيا شويه، مثلا نعمل ده 100، نعمل ده 2 من 10. تمام. نحط دروب شادو. تمام. هنخلي مثلا ده 10، نخلي ده 8، وناخد الاتنين دول كنترول سي كده. تمام. ونلزقهم فين؟ بقيه الشباك. وهنضيف افكت كمان اسمه بيفل الفا. بيفل الفا. تمام. مثلا نخليه مثلا وليكن 15. ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي الحواف اكنها يعني ايه قريبه من الثري دي شويه. هكذا لو جيت تعمل مثلا كل هتشوف الفرق. بص، قبل قبل بعد. دي بتبقى لذيذة يعني. هنضيف برضو هكذا الدروب شادو والديب جلو ده على الفونت. هو فلاتر وويب، وويب رقم 2. تمام. بس ده نخليه اي. تمام. نكبرها شوية كده مثلا. ممتاز. نبدأ بقى يا شباب نتحرك. فين شيب رقم واحد؟ نجيب حرف البي بوزيشن، ونحط كي فريم، نقدمه شوية كده مثلا 3/4 ثانية كده، نقوم سحبه ايه؟ شمال كده. تمام. حدد الاتنين يا باشا، تعمل اف 9، تخش على الجراف، تسحب ده كده. تمام. وهتيجي برضه على الشيب رقم اللي هو اللي فيه ويب بتاع الشيب رقم 2، تعمل برضه نفس الحوار بوزيشن، تيك فريم، تسحب الكي فريم هنا قصاد ده بالظبط كده، تقوم ساحب الايه؟ تسحب من ناحية اليمين. تمام. محدد الاتنين، وداخل على الجراف يا باشا، قبل اي حاجة تعمل اف 9 اهو، اف 9، تخش على الجراف، تسحب كده اهو. لو حسيتها ان هي بطيئة او سريعة، اسحب ورا كده. تمام. لسه ناقص دي اللي هي شيب رقم 3 بوزيشن، حط كي فريم، حط كي فريم يا شباب. تمام. وتسحبه لتحت. بس قبل اي حاجه هنحط كمان اوباسيتي. تمام. حط كي فريم عند الاوباسيتي، اسحبه هنا مثلا قبل البوزيشن بحاجه بسيطه. خلي الاوباسيتي هنا 0،
خلي هنا مثلا ايه تنزل تحت شويه كده، مش تحت خالص، تحت شويه. تمام. تاخد اللي انت عملته في الاوباسيتي تعمله كنترول سي، تروح عند كلمه اي اي تعمله كنترول في. تمام. تقوم جايب البوزيشن ده عامله اف 9 وداخل على الجراف وساحب ده كده. دي قاعده يا شباب، اف 9 تخش جراف وتسحب يطلع معاك المنظر ده كده اهو. اهو كده تقريبا اول انيميشن عملناه. تمام. اللي هو ده. فلاتر ولا ويب ولا اي اي؟ احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ فلاتر هو قال فلاتر، يعني فلاتر دي الاول، شيب رقم 1 اول، بعدين شيب رقم 2، يعني مثلا فلاتر ويب خليها هنا مثلا، اي اي خليها هنا مثلا. تمام. فين اي اي؟ كلمة اي اي فين؟ تبقى مع ده بالظبط. تمام. ثانية، محتاجين نأخر اي اي دي شوية. ده مثلا من هنا مثلا. بس ممتاز جدا يا شباب. تيجي هنا فلاتر ولا ويب؟ طبعا هنعمل دي 3 دي ونضيف كاميرا. تمام. وهنضيف نول اوبجكت، وهنخلي الاوبجكت 3 دي ونربط الكاميرا بالنول اوبجكت. تمام. وهننزل اللي احنا عملناه، اللي احنا سميناه كومبوزيشن رقم 1، ننزله يا باشا تحطه هنا كده اهو. فلاتر ولا ويب ولا اي اي؟ ممتاز جدا. تقوم عامل يا باشا حط تك على الالت وحرف الدال. تمام. اتاكد بس الصوت هو شغال ولا لا. تمام. الت وحرف الدال عشان تمسح اللي على اليمين كله. تمام يا شباب. الت وحرف الجيم تمسح اللي على الشمال، الت وحرف الدال تمسح اللي على اليمين. تمام. فلاتر ولا ويب ولا اي اي؟ طبعا هنزل نحط بقى ايه ترانزكشن. تمام. هنجيبه منين؟ عشان على هناخد منه بس يا جدعان ايه لقطه، نجيب بس روتيشن نعمله 90. تمام. هناخد منه لقطه صغيره بس اول هنا مثلا، يعني لحد مثلا هنا مثلا. تمام. ونعمل زي ما قلت لكم الت وحرف الدال عشان يمسح العالمين كله. تمام. اي اي. اختار. تمام. عشان سيبها كده، عايزين بقى ايه شغل احترافي شويه، عايزين نضيف بقى ايه البراند عشان كل حاجه تبقى ماشيه تبع البراند. تمام. تاخد اللي انت عامله هنا، التريت اللي انت عامله هنا، تاخده كوبي كنترول سي، وتخش يا باشا هنا عامله كنترول في. حلو الكلام. بعدين تضيف حاجه اسمها ديب جلو اهي. ماشي. بس تقلل الدنيا شويه 250 مثلا، وهنا نص. حلو. حلو. فلاتر ولا ويب ولا اي اي؟ حلو. تمام. هنيجي هنا كده، اول ما يظهر الوش تقوم يا باشا جاي على النود اوبجكت عامل حرف البي بوزيشن عشان نعمل زوم ان. قوم ساحب مثلا حاجه بسيطه كده، قوم زوم يا باشا، زوم على الشخص كده. بس عايزين نفعل الايه السيف زون عشان تبقى الدنيا ماشيه تمام التمام. يبقى يا باشا اعمل كده اف 9 الاول اهو. تمام. داخل كده يا باشا، اعمل كده بالظبط نفس اللي انا هعمله اهو. فلاتر ولا ويب ولا اي اي؟ اختار التراك ده. تمام. زيتها مش واضحه قوي، قدم يا باشا كده، مش فيه مشكله اهو. فلاتر ولا ويب ولا اي اي؟ اختار التراك ده. حلو قوي. الميشن التاني. ولا ويب ولا اي اي؟ اختار التراك ده تراك الشخص بناء على بحثك وقراءتك عن تمام. ده هنعملها ازاي؟ تراك الشخص بناء على بحثك وقراءتك. تراك الشخص بناء. تمام. هنجيب يا شباب الشيب ده. تمام. ونخليه مثلا لون معمول براند كده مثلا. تمام. مبقاش احلى شيب في الدنيا كده. تمام. وزي ما قلت لكم هنعمل الشكل ده كده، هنعمل الت وحرف الجيم عشان نمسح اللي على الشمال كله، خلي ده في المنتصف. تمام. ونعمل الت وتكتين في الايه انكر بوينت عشان الانكر بوينت تبقى في النص. تمام. قصدي كنترول وتكتين هنا. تمام. تساوي مثلا هنا مثلا ايه بالظبط كده، وهنا كده مكتوب ايه بحثك. ماشي. ده خلاص هنقفله مش عايزينه عشان من الخدمه. في تايتل تكست نكتب بحثك، في الخط اسمه بس هو
ضغط شويه. تمام. هو صغير تقريبا، ايوه صح كده. كده يا شباب، وهنخلي الاتنين دول كده في المنتصف. تمام. والتكست ده تحسه حادف شمال، الت وحرف الجيم هتمسح اللي ورا كله، وتربط كلمة بحثك ده بالشبل واحد. حلو. تمام. الشبل واحد ده كده تحسه كده مش بروفيشنال كده، عايزين نضيف على حبة افكتات عشان يبقى زي ده كده. هنضيف الافكت المعتاد اللي اسمه بيفل ايدجز، بيفل الف قصدي، عذرا. تمام. شده شويه كده عقبال ما تحسه ايه يبقى ايه 3 دي في نفسه كده. وهنضيف حاجه يا باشا اسمها ديب جلو. هدي شويه، خلي مثلا 100، خلي ده مثلا 3 من 10. تمام. هو اللون نفسه تحسه مش هو، عشان كده هو كده مظبوط. تمام كده. واقفين بالظبط على الشاشه. ماشي. تمام. عايزين نضيف برضو الديب جلو ده، نضيفه على التكست، نهدي الدنيا شويه. تمام. ونضيف برضو عليه دروب شادو 8. تمام. ونضيف الايكونز. تمام. الايكونز طبعا شوف عامله ازاي مش مظبوطه. هنضيف افكت اسمه color key، تجيب البكايه دي وتعمل كده وتكتب هنا 190. تمام. تصغر حجمها. طبعا شغلك مش احترافي كده، انت عايز تضيف ايه لمستك الاحترافيه، هتعمل ايه؟ تضيف لون البراند، تجيب التري تون بتاع ده، تقول سي، تقول في، خلي الاسود ده ابيض برضه كده بالظبط. ضيف على ده برضه دي الجلو اللي احنا عملناها هنا، تقول سي، ضيف كنترول في يا باشا. شغل احترافي يا باشا. شوف كانت عامله ازاي، انا مش فاكرها هي كانت عامله ازاي وبقت عامله ازاي، كانت عامله ازاي وبقت عامله ازاي. تمام. انا بقى نحرك بقى هنا التحريك يشتغل ازاي، اوباسيتي مع بوزيشن. تمام. هنا هنحط تك على شيفت بي، الاول نعلم عليه بي زائد شيفت تي على بوزيشن واوباسيتي، واسحب الاثنين دول قدام كده، هنا مثلا بالظبط. والاوباسيتي هنخليها وليكن 0، مع انك تنزل تحت شويه كده. تمام. حط برضو الاوباسيتي ده، فين الاوباسيتي؟ خلي بس اخره شويه كده، وناخده اف 9 كنترول سي ونحطه على الفونت، على الخط. تمام. تعمل يا باشا ده كده اف 9. تمام. وزي ما قلت لك تخش الجراف واظبط الدنيا. بناء على بحثك وقراءتك عن بناء على بحثك هتحس الدنيا بطيئه، قدم يا باشا كده. الشخص بناء على بحثك حلو قوي. لو تلاحظ ان دي مش مكمله، عايزينها تكمل، تقوم قاسم منها حته جزء صغير كده، كنترول شيفت دي، تك عليها، تقع عند تايم، فريز فريم. حلو. تقوم ساحب يا باشا كده، لا مكمله معاك عادي خالص. بس الدنيا الشخص سهله. بناء على بحثك وقراءتك عن كل تراك. تمام. بناء على بحثك هنضيف الكنترول دي، هنمسح منه اي كي فريم عملناه، ديليت، وتسحبهم تحت كده شويه، وتضيف كلمه قراءتك. تمام. قراءة. طب انا عارف لما مكتوبه غلط، بس مشي الدنيا عشان بس الوقت. تمام. وهنعمل نفس اللي احنا عملناه بالظبط. هو بدأ منين؟ بناء على بحثك هنا. تمام. هنضيف برضه يا شباب بوزيشن زائد اوباسيتي. اوباسيتي بس هتبقى هنا ايه مظبوطه مع بعض. هنخليها مثلا هنا 100، هنا كده 100، لا بقى صفر، هديهم هما الاتنين كده.
في 9 بعدين تخش على البوزيشن، على البوزيشن مش على التكست، البوزيشن على الايه، على الشيب، تحط كي فريم تسحب كده تمام. وتضيف يا باشا، حط هنا ايه، هنبدا من تحت كده مثلا، انزل تحت شويه وعلم من الاثنين يا باشا، وزي ما قلت لك تختار اف 9 تخش الجراف وتسحب ايه زي ما قلت لك. انا عندي جاهزه. شوف بناء على بحثك وقراءتك عن كل كويس أوي. ضيف ده تمام. هناخد اللي احنا عملناه هنا كله كنترول سي كنترول في، بس هنعمل من اول وجديد. تسعى على نفسك الدنيا واكسب وقت عشان تعرف تسلم على فيديوهات محترم في اليوم. تمام. وقراءتك عن كل تراك. انت شوف الناس اللي شغاله. حلو. مش حد كل ده كده تمام. الت حرف الدال عشان يمسح اللي على اليمين كله. حط يا باشا حرف التي وباسيتي، حط كيف فورماتك الجميله اهو. حلو. مسحت كده تقوم عاملها ايه، زيرو. مسحت كل ده كده يا باشا في 9 هنا مثلا كده. بناء على بحثك وقراءتك عن كل تراك. انت شوف الناس. اول ما يجي عندنا بالظبط ناخد ده كنترول سي، نحط كي فريم عند البوزيشن ده، كل ده زوم اوت زوم ان يا شباب تمام، عشان مش لخبطوا. ده هنسميها زوم ان، زوم ان اوت تمام. انت شوف الناس اللي شغاله فلاتر، شوف الناس اللي شغاله اي اي. اهو انت شوف الناس اللي شغاله فلاتر. ممكن نعمل ايه، انت شوف على بحثك وقراءتك عن كل تراك. انت شوف عن كل تراك. هنبدا من اول هنا يا شباب، نبدا نبص من اول هنا تمام. كل ده كده ورا كده بناء على بحثك وقراءتك عن كل تراك. زوم، نبدا من اول هنا عن كل تراك. انت شوف الناس اللي شغاله تمام. عن كل تراك. انت ماشي التاني هو رقم 2 نيو كومبوزيشن، هيبدا من اول هنا. ده اللي هنعمله شباب. تشوف في طبعا في رقم 1 نفتحه ناخد منه الباك جراوند والجي، وسع شويه الدنيا كده. ناخد الافكت ده، البيكس ده قصدي، والجي. تشوف الناس أرفع الحجم شوية تمام كده. هنضيف فريم بس، هنخليه ستروك تمام. حاليا نخليه 10 عشان نظبطه بس بالظبط. وابدأ يا باشا كبر، لقيته مش مظبوط شيفت تظبط الايه الخط كده تمام. وهنخليه تحت، هتغير لون الفونت مثلا ده هنضيف مش لازم كده، هنضيفها على الادجستمنت ده من هنا. هنضيف حاجه اسمها تريم بس، الناس اللي مش عارفه عشان ده عندي جاهز نعمله من جديد خالص. اد تريم بس تمام. تخش يا باشا، تخش عند الاند تسحب او تحط هنا زيرو مثلا، هنا زيرو. حلو. تقوم ساحب مده الانيميشن كده مثلا، تقوم عامل ايه 100، تقوم محدد على الاثنين واف 9 اهو. في تركية هنا من بره بقى نبقى جوه ماشي. نضيف كاميرا ونضيف الاوبجكت، خلينا الاوبجكت 3 دي، نربط الكاميرا بنود اوبجكت تمام.
نيجي هنا تو بوزيشن، وهنسحبه قدام شويه 3/4 ثانيه، وابعد ايه، هنبعد كده، نبعد كده، نحدد الاثنين F9 ونخش الجباب. مش عملنا 3 دي اصلا، ماشي. هذا 3 دي نفس الافكت، بس الحركه اللي هنا، بس هي جايه من ايه، من ممكن نبعد شويه، نبعد شويه كده، يظهر اكتر. تمام، شوف قراءتك عن كل تراك. انت شوف الناس اللي شغاله. ممكن ناخد بدل ما يتعب نفسنا يا شباب انفلاتر، شوف رقم واحد مع ده، ناخد كنترول سي كنترول بي. انت لازم تشغل دماغك عشان تكسب وقت زي ما قلت لك. ادي الاتنين دول كده، وتمسح اي كيف فريم موجود، اي كيف فريم تمسحه. تمام، تاخدوا من الاتنين دول كده، تاخد تسحب ده بس، شوف لي اتنين. تمام، خلي مثلا ايه في النص كده نعمله 3 دي يعني. كبر الحجم شويه، حلو قوي. تمام، هنعمل دول يا باشا 3 دي. تلاقي الدنيا باظت خالص، لان بص كان الافكتات اتمسحت عشان معموله 3 دي. تمام، ما علينا، كده كده هنظبطها في الاخر. تمام، الافكت هنا ماشيه ازاي. تمام، اوباسيتي ديشن، ده مثلا اقول هنا، خش يا باشا على الشيب رقم 2، اعمل حرف التي، شيفت، حرف البي، نفتح معانا البوزيشن والايه الاوباسيتي. حدد الاثنين دول كده، تسحبهم 3/4 ثانيه قدام، تنزل شويه كده. تمام، اعمل الاوباسيتي على ايه، على زيرو، واخد الاوباسيتي كنترول سي كده، اف9 الاول، كنترول سي، حطه على الايه، على التكست. خش على البوزيشن تعمله F9، وزي ما قلت لك على الجراف تظبط الدنيا. مش المنظر ده بالظبط. تمام، ستة بطيئة كده، عشان تعمل هنا اوباسيتي، خليها ماشية مع الايه بالظبط كده، 100. تمام، اللي بعده وقراءتك عن كل تراك. انت شوف الناس اللي شغاله فلاتر. زوم اوت زائد مش جديد. هضيف نوت اوبجكت، هو في كان مضاف. تمام، كويس. برضه بوزيشن يا باشا، شوية زوم اوت الجميل بتاعك. تمام، هنضيف adjustment layer. لو تاخدوا بالكم هنا، اول ما بعد في بلور. طب ده اتعمل ازاي؟ هقول لك اتعمل ازاي. اهو، اول ما يبدا يبعد، خش حط adjustment layer، حط افكت اسمه جاديان، او نكتب بلور لتحت، تحت لازم بلور، خليه وليكن 20 مثلا. تمام، وهتخليه يبدا الت حرف الجيم عشان يبدا من اول هنا بالظبط. تقوم اعمل اوباسيتي، حط كي فريم، اكتبه شويه كده. دي حاجات كده مش هقول لك عليها والله يعني، بس يلا. أهو. تمام، أهو. هنضيف بقى الايه، ويب. لما ناخد ايه دول، شوف. تمام، هناخد دول كده كنترول دي، نحطهم هنا، كنترول هوم عشان يظهر قدام مننا. تمام، دي يبقى مسحها فوق، مش عايزينها تكون تحت الادجستمنت بتاعت البلور، هتبقى فوق.
تمام. اسحب كده يا باشا، كده انت عشان تقفل اللي وراه. تمام. ماشي. كده كده ماشي. أول ما تبعد تبدأ تظهر دي ودي، يبدأوا يظهروا كده. مم. تمام. ماشي. في رقم واحد اللي عليه الدور ايه؟ اي اي. رقم تقريبا 3 ده، وسي. مش هنا يا باشا، كنترول في، وامسح أي كيف فريم معمول. أول ما تعملوا 3 دي هتلاقي بص الدنيا باظت معاك خالص. تقوم معدل معلم على الاتنين كده، كنترول هوم. تمام. هتسحب ده كده هنا. تمام. كنترول هوم كده خلاص، مش عايزينه، نضيفه من جديد. نبقى 4. تمام. بوزيشن كده. تمام. ايه كده بالظبط. ممتاز. هنخليه AI. كبر. تمام. سرع شوية. تمام. نظبط المنتصف بتاعه. كبر بقى من ده. تمام. خليه في المنتصف. نجيب فين؟ يو. كده هو هنا. هنفتح برضه الأوباسيتي. بص من ده خالص. أوباسيتي زائد البوزيشن. تمام. حط هنا أوباسيتي اللي زي بعض. مثلا خليها 0. 9. ماشي. بوزيشن. بوزيشن وهنا بوزيشن. لحد نتعلم على الاتنين. اسحب قدام شوية كده مثلا. تنزل ايه تحت شوية كده. كده 9. مش الجرافة تظبط. 9 مش الجرافة تظبط. خد بالك هنا، أول ما دي طلعت اللي وراها اختفت. اللي هي الجنب دي ركز كده هنا. أول ما دي طلعت اللي وراها اختفت. ازاي؟ تيجي هنا، أول ما تطلع. أيوه. هنا ايه؟ هنا خطر. كمل. حط حرف التي. حط كيف فريم وقدم حاجة بسيطة. واداها ايه؟ 0. بس هتلاقيها بالظبط كده عملت. أول ما طلعت اختفت. تمام؟ بالظبط كده. تمام. بعده نفس الحوار. زوم اوت. اول ما يبدا زوم اوت يا باشا، دوس ما تلاقيها فين اهي. عايزين الحوار ده كله كنترول دي.
لا فوق خالص، تبدأ من أول هنا أهو. تمام. وهنضيف بقى الإيه آخر حاجة اللي هي ويب. تمام. اظبطها. لا بس إيه، هما دول اسحب فوق الأجاس البلور، مش عايزينها البلور ده بعديه طبعا. تمام. لا ده زي ما قلنا هنا بالظبط، تبدأ تبعد. اوعى يكون الصوت مش شغال ازعل. تمام. تقريبا هنا موجود شوف الناس بس، ايوه ده برضه حاجة غلط. نمسح انت دي. اظبطها بقى في ايه برضه تحتها انت. كده بالظبط. هنبدأ نضيف آخر حاجة بقى إن شاء الله اللي هي دي فين. ويب لير 2 كنترول سي. تمام. كنترول في نمسح أي بوزيشن ديليت، نعمله 3 دي. تمام. حدد الاتنين كده. كنترول هوم. ده راح فين؟ كنترول هوم ده ظبط. تمام كده مظبوط كويس جدا. وصل. تمام مظبوط الوقت يا شباب. عدل كده ومن هنا. تمام. طبعا مش هتظهر الزهرة الغبية دي كده مع الاتنين. تي زي الاوباسيتي يعني بوزيشن واوباسيتي. نحط الاوباسيتي هنا هنا مثلا كده بالظبط، وبعدين نخليها زيرو برضه زيرو. تمام. حدد الاتنين كده 9. وبعدين هنا بوزيشن بس هنديها واحدة كيف فريم كده، ننزلها تحت شوية كده مثلا. اعمل الاتنين F9 واظبط الجواب بتاعك. اي اي شوف الناس اللي شغاله ويب واسال كل واحد نفس بتاع. شغاله فلاتر، شوف الناس اللي شغاله اي اي، شوف الناس اللي شغاله ويب واسال. تمام. عايزين نعمل نفس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. أول ما دي تبدأ تظهر اللي ورا تختفي. سيب رقم كام. تمام. قلت كيف فريم مش حاجة بسيطة. ده زيرو. هتلاقي اللي ورا اختفى. واخد بالك نقدمها شوية عن بين الاتنين. هنا الحركة بطيئة شوية. بوزيشن
نقفل هنا يمين. انت شوف الناس فين ايه سيكشن، خليها فوق خالص اول حاجه. عشان كده انت شوف رقم 2 ده تقدر نقول هنا. انت شوف الناس اللي شغاله فلاتر، شوف الناس اللي شغاله اي اي، شوف الناس اللي شغاله ويب، واسال. حلو قوي، حلو قوي قوي يا شباب. تمام، كنترول حرف الدال عشان نمسح اللي على اليمين كله. انت شوف الناس اللي شغاله فلاتر، شوف الناس اللي شغاله اي اي، شوف الناس اللي شغاله ويب، واسال. طبعا مش هنخليها المنظر ده كده، هناخد ده كنترول دي نحطه هنا كده مثلا بين البنين. شغاله ويب، واسال كل واحد. تمام. طبعا اول ما يظهر وش الشخص هتاخد الكيف فريم اللي قبل الاخير كنترول سي، تحط هنا يا باشا كيف فريم بالظبط كده. تمام، تمشي حاجه بسيطه كده 3/4 ثانيه زي ما قلت لك، كنترول بي تنسخ اللي انت اخدته اسال كل واحد، اهو، يطلع اوتوماتيك. واسال كل واحد ايه مميزات التراك بتاعك، تمام. اللي بعد كده واسال كل واحد ايه مميزات التراك بتاعك. السلك هو انا فاكر انها ديكور بس في دول مش عايزينهم دلوقتي. تمام، ده مثلا وده دول دي. وخلي بالك كل تراك ليه مميزات التراك دي. ايه مميزات التراك؟ هنا اسال كل واحد مثلا ايه مميزات التراك بتاعك. خلي دي ايه مميزات. تمام، هنظبط دي بقى عليها بالظبط. قبل ما تعمل كده خلي دي نان. تمام، عشان تعرف تظبط الشيب. تمام، بعدين تربط دي الشيب رقم 3، شيب رقم 3 اهو. تمام، واحد ايه مميزات بعدين تخليهم الاتنين اونلاين سنتر. او قبل اي حاجة نمسح الاول الكيفرمات اللي موجودة، كل اللي تمسحه خليها مثلا ايه في النص كده. تمام، ايه مميزات التراك دي. نبدأ ببوزيشن وبس، طبعا ده اللي احنا هنعمله. خلي هنا كده بس معمول بوزيشن زائد اوباسيتي. تمام، متعرفوش ليه بي والتي بوزيشن وبس. بس كده معمول هنا. اف كده نخلي ده 0 0 عشان كله يختفي. دي هنا 100. تمام، 100. What is this؟ في حاجة غلط. نمسح كل أي حاجة نمسحها الدنيا تظبط معانا. امسح أي كيف فريم، أي حاجة تعملها امسح فيها الكيف فريم. تيجي عند الأوباسيتي تعلم كده، هنا هيبقى 0، تطلع قدام شوية هنا يبقى 100. تعلم على الاتنين F9. حلو، خش هنا بين البوزيشن أهو، قدم شوية بوزيشن بس، ده وده بوزيشن كده، اسحب كده. تمام، هنا هتخليها تحت شوية كده، مش عايزين هنا أصلا بوزيشن. ايه مميزات التراك. المنظر ده واحد ايه مميزات ايه مميزات هو بادئ من تحت يعني. نبدأ من فوق شوية كده مثلا. ايه مميزات ايه مميزات ممكن ده كنترول دي من تحت شوية دي كده. احنا هنعمل ده على نان يا شباب.
تمام. نكتب التراك بتاعنا. ده التراك بتاعك وخلي نمسح اي كيفيوز موجود. بعدين هنعمل ايه؟ هنضيف كوكي تكست. تمام. هو بس قدام شويه كده. ده التراك بتاعك هنضيف حسن رقم 1 مثلا، 2 مثلا، دول سي، دول في، دول هم عشان يجي قدام منك. بس نعمل 3 دي مش ده لازم. كده خليه تحت الكلمة. تمام. تجيب البين تول تظبط بقى حجمه. تمام. هنغير اللون بتاع التكست عشان ده. نضيف حاجة اسمها، هنعمل الت حرف الجيم عشان نمسح على الشمال كله. تمام. مثلا نقول مثلا كده، ونضيف الايه الترين باس زي ما علمتكم ازاي نضيفه. مش هنا تكاد ترين باس، نعمل السهم ده لتحت، هند اسحبه مثلا دي 100، اسحبها مثلا هنا، خلي دي 0 كده. تعالى مع الاثنين واقفل 9. التراك بتاعك وخلي مميزات التراك بتاعك وخلي مميزات التراك بتاعك وخلي شوف انه مميزات التراك بتاعك وخلي بالك ماشي. ايه مميزات التراك بتاعك كل واحد ايه مميزات التراك بتاعك وخلي بالك الت تعلم على كله، كل ده الت حرف الدال عشان نمسح على الشمال كله. تمام. بس إيه، نفتح الاوباسيتي كده، نضيف ده كمان كده، نسحب ورا حاجة بسيطة، بعدين تحط ايه 0 9. تمام. هيطلع المنظر ده معايا. ايه مميزات التراك بتاعك وخلي بالك قبل ما يختفي كده مثلا تاخد زي ما قلت لك بالاخير كنترول سي، حط كيف فريم وخلي بالك كل تراك شويه، كنترول دي وخلي بالك كل تراك ليه بطيئه على شويه. وخلي بالك كل تراك ليها شغل زي ما احنا قلنا، فما تصدقش اللي يقول لك ده افضل من ده، لا شوف انت حابب ايه وابدا فيه. كل تراك ليها شغل زي ما احنا قلنا، فما تصدقش اللي يقول لك ده افضل من ده، لا شوف انت حابب ايه وابدا فيه. اي تراك موجود في السوق ليه شغل، انت بس محتاج البدايه. انا بقى اقول لك ان كل التراكات دي موجوده هنا عندنا في كيان واكتر منها كمان، انت بس محتاج تبعت لي. طبعا يا شباب انا بقى اقول لك ان كل التراكات دي موجوده هنا عندنا في نفس الفكره بتاعت الاولى، هناخدها اصلا، هناخد رقم 1 ده كله هناخده ونحطه تاني. وخلي بالك كل تراك ليها شغل زي ما احنا قلنا، فما اقعد بقى العب ايه الفتره اللي فيها الكلام دي، اقعد العب زوم ان واول بقى، انت فاهم. تصدقش اللي يقول لك ده قدم افضل شويه كنترول في، وتاخد ده كنترول سي، من ده، لا قدم شوف شويه انت حابب حط كيف فريم، ايه قدم وابدا شويه فيه. كنترول في، وهكذا هيطلع معاك المنظر ده. فما تصدقش اللي يقول لك ده افضل من ده، لا شوف انت حابب ايه وابدا فيه. اي تراك موجود في السوق ليه شغل، انت بس محتاج البدايه. انا بقى اقول لك ان كل التراكات دي كل التراكات محتاج البدايه. انا بقى اقول لك عندك هنا طبعا ترانزكشن الإقالة دي على هنا، انا بقى اقول لك ان كل أقول هنا مثلا رقم 1 انا بقى اقول لك ان كل التراكات دي موجوده هنا. هنغير بس الفونت يا باشا. هنكتب هنا كل التراكات دي بس عشان بس لو غيرتها هتلاقيها هتغير في الأولاني. هنكتب هنا كل التراكات دي
تمام. بقى اقول لك ان كل التراكات دي موجوده هنا عندنا. طبعا حركه التليفون دي زي ما قلت لكم عمل لها بقى شرح اقول لوحدها. لك ان كل التراكات دي موجوده هنا عندنا. تمام. هتضيف بقى ايه يا باشا؟ هو لو خدت بالك هنا في زوم ان زوم اوت تلاقي التليفون ظهر اهو. زوم اوت اهو تلاقي التليفون ظهر. ماشي. هنعملها ازاي؟ احنا هنفترض التليفون معانا. تمام اهو. ان كل التراكات دي موجوده هنا عندنا في كاش. تمام. ان كل التراكات دي موجوده هنا عندنا في كاش. التراكات دي موجوده هنا. تمام. هنخش جوه البتاع ده كده. هنضيف كاميرا. تمام. هنضيف نور اوبجكت. نور اوبجكت 3 دي تربط الايه الكاميرا بيه. تمام التمام. وتجيب هنا مثلا عند البوزيشن. طبعا لازم تخلي كله اي اي قصدي 3 دي اي اي. خلي كله 3 دي. يعني عند البوزيشن هنا حط كلمتين. قدم شويه اهو. زوم اوت يا شباب. زوم اوت اهو. اول ما نعمل زوم اوت بالك هتقدم حاجه بسيطه تقوم مطلع التليفون. تمام. التليفون كده كده بيطلع بيبقى كده كده هعمل لكم فيديو ان شاء الله لوحده خالص منفصل ان ازاي تعمل التليفون تدخل فيه صوره فيديو اي حاجه وتطلعه بالمنظر ده في الافتر افكت. تمام. حاجه المنظر ده كده. بس طبعا مش سموث عشان مش عملها اف 9. دخلنا جوه الجراف وظبطنا الدنيا. تمام. هنفترض ان في تليفون سريعه. اسحب كده. بس ثم يا باشا عامل ايه؟ زي ما قلت لك التليفون هنضيف التليفون عادي خالص. تمام. هنقفل ده خالص كده. تمام. الفيديو خلص. في حاجه ثانيه؟ هنا كمان. انت بس محتاج تبعت لنا وهتعرف تفصيل عن كل تراك. مستنيك. بس الفيديو خلص. بس يا شباب ده شرح النهارده. يا رب تكونوا استفدتم. وزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله التليفون ده شرح التليفون او اللي هو ازاي يطلع بالمنظر ده هعمل لكم شرح لوحده خالص. وبرضه الكابشن باذن الله هعمل لكم ازاي تعملوا كابشن احترافي وتطلعوه وتحطوه جوه الافتر افكت وازاي تحطوا له الايفكتات بتاعته تظبطوا الدنيا. شوفوا عايزين شرح ايه تاني باذن الله واكتبوا لي تحت في الكومنتات. يلا يا شباب مع السلامه.